دكتور يعني أحدهم يعني غاضب على الغاضبين على أبو متعب، فيقول يعني يقول لك والله ما أدري وش تحسبون الملك عبد الله، وش يسوي وش يخلي، تبون الإصلاح أصلح نواياكم أول. فهو يعني طالب الشعب إصلاح النوايا أول شيء، وبعدين يفكرون يعني يصلحون البلد. هذا عقلية، هذا المرض المتراكم عبر القرون، من ابتداء من مثل ما قلنا في الحرية والطوفان، إن شاء الله نكمل يوم الأربعاء، غلطة الحسن البصري رضي الله عنه. نعم. إنه والله هذه إنه كان هذا عقوبة فلا يحل مواجهة عقوبة الله إلا بالصبر والدعاء، هذا غلط. نعم. وإن كان كذا كان كذا، كلها قضايا فلسفية باطلة وشرعيا باطلة، لكن تتجذر عند الناس تنتشر لأنها مريحة. لأنه إذا بدأت تنتقد الحكام هذه فيها مخاطر وفيها سجن وفيها بهدل وفيها مرمطة. إذن خذ الطريق السهل، أصلح نيتك، تفرغ للدعاء، تفرغ للاستغفار، تفرغ، مش لا تستغفر، استغفار واجب طبعا أكيد، الاستغفار والدعاء مستمر، يجب أن يستمر، وهذا من الأسلحة الأساسية للمؤمن، لأنه الإقبال على الله بالدعاء يرفع معنويات الإنسان داخليا ويجيب الفرج الإلهي، لكن ما تكون بدون دعاء فقط. يعني حتى بعض الناس يعني يدركون في أمر شرعية أخرى، مثل ما أمر بالدعاء يدعون يستجيب لكم، أمر بأشياء أخرى، جاهدوا في الله حق جهاده، قاتلوا الذين يلونكم الكفار، قاتلوا أئمة الكفر إنهم لا إيمان لهم. دعوة صريحة للعمل يا دكتور يعني. طبعا إذا الشخص لا ينزل في الشارع ويعمل ويقول قاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، النبي نفسه، وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. حرض المؤمنين لك قاتل في سبيل الله تكلف إلا نفسك، وهكذا. فهذه أوامر وهذه أوامر وهذه أوامر. نعم. كلها أوامر. من اللي جعل هذا الأمر أولى بالسماع. الدكتور دائما يعني فقط يدعو وينتهي. إذا عاجز هذا الأقل، لكن لا يقول إنه هذا اكتفوا بهذا صلح نواياكم، هم قادرين على أكثر من ذلك. فهذا كله من تلبيسات إبليس، أو من العجز الكامل، أو من العجز الكامل، أو من العجز الفكري، أو من الخيانة، لأنه هو له مصالح مع الدولة، فهمت، يعرف إنه هذه الانتقادات ستؤدي إلى تأليب الناس واهتزاز النظام، فإذا اهتز النظام راحت المصالح والنعمة والقروش والواسطات والخيرات، فما يبغى هذا، يبغى الأمور تبقى كما هي، عشان هو يقعد يأكل مثل البقرة اللي ترعى، ما دام المرعى زين فهي مبسوطة. أما هذا مرعى شرعي غير شرعي، منهوب، أرض منهوبة، البقرة ما تفهم، لكن هذا يفهم المشكلة، هذا إنسان مكلف يفهم. فمنهم هذا ومنهم هذا ومنهم هذا ومنهم هذا. واحد يقول يا دكتور شكرا أبو متعب، يعني لأنك خليت أعراضنا لعبة بيد عائلتك وسخرت دينا لخدمتك. وهو يعني صادق في تسخير الدين صحيح. أيضا واللعب في الأعراض يا دكتور. بالضبط بدون شك. الآن تسخير الدين، أنه نتذكر نحن عندما أصدر يعني مرسوم ملكي بعدم الفتوى إلا من هيئة كبار العلماء فقط. حتى يتجرأ أي يعني خليفة يعني وهيئة كبار العلماء العوبة قديما يقوم بمثل هذا العمل، مع أنهم كانوا يحاولون دائما يعني بالضبط، ولكن لم يتجرأ أحد، ولكن فعله يا دكتور. هل هذا من الجهل سخروا منه الناس وسقط أكثر يعني؟ أي هذا من الوقاحة. أصلا ما عند آل سعود شيء آخر يستطيعون أن يجعلوا نفسهم، لأن الشرعية تأتي شرعية عقائدية أو إيديولوجية، هذه هي أساس الدولة السعودية اللي بنيت عليها بزعمها. ثم تيجي شرعية اسمها شرعية توفير الأمن والأمان، هذا غير متوفر لا خارجيا، لا جيش يذكر، وهذا أثبت فشله في كل المواقع التي حصلت وعجزه. ابتداء من قضية واحة البريمي، يقول ذلك الوقت ما حد يلوم الواقع الجيش السعودي ذاك الوقت أيام سعود، لأنه هذا سنة 57 أو 58 عندما أراد سعود أن ينازع على واحة البريمي اللي هي على حدود اللي أعتقد ملحق الآن بالإمارات أو بعمان ما أدري، فأدبته بريطانيا، عرفته حدوده، لا تجاوز خطك الأحمر. فطبعا هذه يلام على بلاهته أنه بالقابة واجه دولة عظمى، على أساس تحركت أمريكا تقدر أخضر ما يخالف، لكن لازم أمريكا تقف معك وقفة حازمة وتدرب جيش بشكل مناسب. 2 في أيام شرورة والحرب مع الجنوب، نعم استطاع يأخذ شرورة ينتزعها من الجنوب انتزاعا، معنى يعني المنطقة غير ذات قيمة، لكن هل استمر حتى يسيطر على الجنوب بكامله؟ كان ممكن يستمر، وتكون فيه القدرة على ذلك في تلك المناسبة، ما حصل. في حرب اليمن وقفوا مع الإمام إلى وانتهى بهم إلى الفشل بالرغم من كل الدعم الأردني والدعم الإسرائيلي. بعدين دارت السنين، جاءت حرب الخليج، فشلوا فيها فشل ذريع، عجزوا عن أي شيء إلا بالاستعانة الأمريكية. وعندما جاء الأمريكان فوجئوا بهذا الجيش الهزيل التعبان، قلنا طيب يمكن تعلموا الدرس، ما زال جيشهم هزيل، عجز مع الحوثيين.
هذا الأمن الخارجي. الأمن الداخلي نفس الشيء، ما في لقب هنا.